ممكن اعرف ايه المكسرات المسموحه وبتتاخد نيه ولا محمصه؟ بص خليني اقول لك الاول ان لو انت عامل لو كارب دايت وعامل صيام متقطع وما بتاخدش مكسرات، فانت بصراحه حرقك بيقل. ولو خدت المكسرات فانت حرقك هيزيد مع الوقت ومش هتدخل في ثبات كتير، وبتساعد ان اداء الغده الدرقيه يعلى اللي هي مسؤوله بصوره كبيره ومباشره عن منظومه الحرق. المكسرات اللي معانا لوز، بندق، عين جمل، دول الافضل على الاطلاق. طبعا يكونوا نيين ده الافضل، واحنا قلنا بالظبط ليه في فيديو قبل كده. طيب لو دي غاليه عليك فاحنا ممكن نبدلهم بحاجتين كمان، بلب سوري من غير ملح، وممكن يتبدلوا بمعلقه جوز هند مبشور، معلقه صغيره. حسيتك قد ايه؟ بص انا دي مش بتكلم فيها قوي لان هي على حسب كل واحد وكل وزنه، بس خلينا نقول انت ممكن تاخد من 6 ل 8 لوز او بندق، ممكن تاخد 4 عين جمل، ممكن تاخد لب سوري حبه قد نص ايدك كده. فاحنا ما بنتكلمش في كميات هيوج يعني، حتى لو هي غاليه فهي مش غاليه بصراحه. لان دايما بقولها لاي حد بيجي لي، بقول له لو انت جبت واحد كريب هيبقى بيساوي اللي انت هتصرفه على المكسرات طول الاسبوع. المكسرات مهمة جدا، والدهون الغير مشبعة مهمة جدا في الحفاظ على منظومة حرق عالية، في الحفاظ على امتصاص الفيتامينات اللي هي الاي والكي والاي والدي عشان توصل ليك، في الحفاظ على بشرتك وشعرك جوه الدايت، في الحفاظ على منظومة حرق عالية طول فترة الدايت، وانك ما تدخلش في ثبات كتير. فارجوك خدها لانها مهمة جدا.